إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جديدة مع بعض بطريقة سهلة جدا. دي ايه اللي بسلقها؟ دي لحمة راس. انا بديها يعني غلوة كده، مش بديها سوا كامل، بس عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع، وتبقى يعني بيبقى فيها مادة لزجة كده، يعني بتروح في الشوربة. وطبعا الشوربة مش بستخدمها، بتخلص منها بعد ما بخرج منها اللحم. تمام. ومعايا هنا بصلاية مفرومة متوسطة بقرن فلفل، هشوحها كده. وبرضو بوريكم هنا اللحمة خلاص دخلت معايا في السوا اهي، بس بدي تشويحة كده للبصلاية عشان اعمل التسبيكة بتاعت اللحمة. تمام كده خلاص خدت لون بسيط. هنزل عليها بصلصة الطماطم اللي هحطه لها بس بهارات ملح وفلفل وورقة لوري وخلاص، ما بحطلهاش بهارات اكتر من كده، وهسيبها تتسبك. تمام كده عبال اللحمة ما تستوي والصلصة تتسبك معايا كده. بس يعني انا عملت الاكل الاول، ما كنتش غسلت المواعين بتاعه الفطار، قلت عبال الاكل ما يكون جاهز، يكون خلاص، اكون شطبت الحوض. تمام. ما ننساش كده يا حبايبي واحنا بنغسل المواعين كده نصلي على الرسول ونستغفر ربنا كتير، هتلاقي كل حاجة بتخلص معاكي بسرعة وبكل سهولة يعني. وما تنسيش زي ما قلتلك، يعني خرجي اي حاجة مش بسطاكي من حياتك، خرجي الاذى والمؤذيين وخليكي هادية مع اولادك، واهتمي بنفسك وبصحتك. تمام. يعني بيتهيألي يعني اهم حاجة يعني ممكن تاخدي بالك منها هي صحتك، لان هي اللي هتنفعك بعد كده، بعد حتى ولادك ما يكبروا كل خلاص حد يعتمد على نفسه، هي صحتك اللي باقيالك. فخلي منها حاجة بسيطة، يعني تقدري ان انتي يعني تقدري بعد كده تخدمي نفسك، ما تكونيش محتاجة لحد. تمام يا حبايبي. وزي ما قلتلك اعملي اي حاجة انتي نفسك فيها، اعملي اي هواية انتي بتحبيها، عشان تحسي ان انتي برضو مرتاحة ونفسيتك مرتاحة، ما يبقاش ضغط شغل عليكي طول الوقت. وصدقيني قربك من ربنا هيغير حياتك يعني بدرجة كبيرة. تمام كده خلاص اللحمة بعد ما طلعتها من الشوربة، يعني هي يعتبر استوت، بس يعني لسه محتاجة سنة صغيرة، هتكمل سواها يعني في الصلصة عشان تاخد برضو من طعم التسبيكة. تمام. وده كده اللسان اهو بيتقشر معايا بكل سهولة. كان بيغلبني بصراحة الاول، لان ما كنتش بسلقها قبل ما بحطها في الصلصة، كنت بقطعها وبغسلها غسلة كويسة، وكنت بصفيها وبحطها في الصلصة على طول. لا بقالي يعني كم مرة كده بسلقها الاول، بتبقى سهلة معايا بصراحة في التقطيع وما بتغلبنيش يعني. تمام كده خلاص نزلتها اهو في الصلصة، هزودها شوية مية صغيرين وهسيبها بقى تستوي. تمام يا حبايبي. هعمل جنبها ايه؟ هعمل شوية رز بشعرية. بس انا بحط مادة دهنية، يعني معلقة سمنة صغيرة خالص وشوية زيت صغيرين، برضو بحمر الشعرية وبنزل بالرز. او لو عندك شوربة يعني شوربة لحمة او شوربة فراخ وحابة تسقي الرز بيها، بتبقى برضو تمام وزي الفل. معايا هنا طاجن حطيته بس على عين البوتاجاز يسخن حاجة بسيطة، او لو مش حابة تعملي كده خلاص. وهنزل باللحمة بعد ما استوت. تمام هي خلاص استوت سوا كامل، هحطها بس تحت الشواية تاخد لون. تمام يا حبايبي. كده خلاص يعني طاجن اللحمة في الفرن خلاص بياخد لون. هجهز كده بس قبل ما يطلع، يعني عندي حتتين فراخ سخنتهم عشان اللي مش بياكل لحمة راس برضو ياكل بيهم. بس وادي الطاجن طلع اخد وش تحت الشواية، وادي كده غدينا الحمد لله. بجد يا جماعة طعمه تحفة، طعمه تحفة، جربوه. ولحمة الراس يعني مش غالية زي اللحمة المتشفية وكده يعني، فان شاء الله يعجبكم.